لو بتلاقي نفسك انك لما بتقعد لوحدك بتفضل تكلم نفسك كتير كأن في حد معاك في الأوضة، ودماغك بتعمل قصص وسيناريوهات وانت بتعيش تفاصيلها وبتتأثر بيها جدا، فبالله عليك سيب كل اللي في ايدك واقعد اتفرج على الفيديو ده، لان انا في الحلقة دي هفهمك انت ليه ده بيحصل معاك، ليه انت دايما دماغك مسحولة وبتفكر في مواقف مش حقيقية، او ممكن تكون حقيقية بس انت ما عملتش فيها رد الفعل المناسب، حد رخم عليك وانت ما ردتش فدماغك بتقعد تعمل سيناريوهات رهيبة، او ممكن السيناريوهات دي ما تكونش حقيقية، زي انك تتخيل ان حبيبك في المستقبل خانك وانت شفت ده بعينيك وكسر قلبك، وتلاقي نفسك اتضايقت وممكن توصل الى انك تعيط مع ان ده مش حقيقي. هل انت عندك متلازمة جوزكا زي ما بيقولوا؟ وهل الموضوع ده ممكن يوصل معاك للفصام؟ كل ده انت هتعرفه دلوقتي حالا في الفيديو ده، بس المهم انك تكمل الحلقة دي لحد الاخر، لاني هقول لك العلاج اللي وصلت له بعد ما عانيت مع الموضوع ده 5 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مسا مسا بالاصدقاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. طيب الحلقه دي تقريبا ممكن تكون من اغرب الحلقات اللي انا بعملها. في بنت بقالها حوالي اكتر من 2 بتكتب لي في كل الكومنتس على كل الفيديوهات يا شهاب اعمل فيديو عن متلازمه جوزكا، وعلى الرغم من ان انا ما كنتش اعرف ايه المتلازمه دي، بس اصرار البنت الرهيب ده خلاني عندي فضول وعاوز اعرف ايه متلازمه جوزكا. فيا رب البنت دي يوصل لها الحلقه، لان البنت كان عندها اصرار رهيب ان انا اعمل الحلقه دي. المهم ان خلال الشهر اللي فات انا قعدت اسيرش في الموضوع ده، واللي اكتشفته يا جماعه ان قد ايه الموضوع ده مرعب. انا خلال الشهر اللي فات قرات كل الابحاث والدراسات وشفت كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن المتلازمه دي، وهديكم حته مفاجاه في الاخر انتوا دماغكم هتنفجر بسببها. المهم بعيدا عن المسميات، لو انت بقى بتحس اغلب الوقت انك سرحان وتايه سواء في الدرس او في البيت او في المواصلات او اي مكان، وبتلاقي انك دايما وانت قاعد لوحدك انت بتكلم نفسك كأن في حد قاعد معاك في الاوضه، لدرجه ان اوقات ممكن صوتك يعلى تتعصب، لدرجه انك مثلا ممكن تخبط حاجه او تخبط ايدك في حاجه بسبب سيناريو ممكن يكون وهمي بيدور في مخك، مثلا حاجه غلط انت عملتها ومش متقبلها، او اتحطيت مثلا في موقف معين وكان المفروض يكون ليك رد فعل واضح وصريح بس انت ما عملتش ده، فقعدت تتخيل الموقف في مخك، يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت رديت بكذا او كنت ضربته، وتتخيل بقى انك رديت عليه وضربته فقام هو ضربك وانت عملت كذا، فتلاقي كده ان الادرينالين بيعلى في جسمك وقلبك عمال ينبض جامد وبتتعصب كانك محطوط في الموقف بجد، مع ان كل ده في خيالك ما حصلش. او ممكن مثلا الكلام ده يحصل بسبب سيناريوهات مش حقيقيه، يعني مثلا تتخيلي او تتخيل انك اتجوزت او ارتبطت ببنت والبنت دي خانتك، لا ومش خانتك عادي، ده خانتك قدام عينيك في السيناريو اللي انت بانيه في مخك، وانت جوه السيناريو ده قلبك اتكسر، ازاي عملت كده؟ صحابك بقى مثلا باعوك، اهلك اللي هم باباك ومامتك ماتوا في حادثه صعبه جدا، مراتك في المستقبل خانتك او حد مجرم وانت ماشي معاها عاكسها، وبتقعد بقى تسرح في التخيلات دي وتلاقي نفسك بتزعل وبتحزن وبتتاثر وبتتعصب، مع ان كل ده مش حقيقي وما حصلش. لو بيحصل لك اللي انا قلت عليه دلوقتي ده، فمن فضلك سيب كل اللي في ايدك واديني كل انتباه، لاني هعرفك ايه اساس الموضوع ده وليه ده بيحصل معاك، والاهم اني هعرفك ازاي تقضي عليه تماما. القصه اللي انا هحكيها دلوقتي دي لولا انها حصلت قدام عيني ومع شخص اعرفه، والله لو كان مين حلف لي ان حاجه زي كده حصلت مع بني ادم انا كنت عمري ما هصدق. وانا عارف ان حاجه زي دي وانا هحكيها دلوقتي ممكن يكون معظم الناس اللي بتسمع الحلقه بيسمعوا حاجه زي دي لاول مره في حياتهم، بس والله ده حصل. ركز بقى قوي في اللي هحكيه دلوقتي. من 4 سنين كده بالظبط من دلوقتي كنا في دخلة شتاء زي دلوقتي كده بالظبط، الجو كان ابتدى يبرد وكده، وانا كنت فاكر اليوم ده انا كنت سهران، كانت الساعه حوالي 2:30 بالليل، كل اهلي في البيت كانوا نايمين وانا الوحيد اللي كنت صاحي، ماسك تليفوني في اوضتي قاعد بقلب على السوشيال ميديا، يعني كنت قاعد زهقان بتنقل من الفيسبوك لانستجرام لكده، فوانا بقلب في التليفون واحد صاحبي بعت لي مسج ففتحت واتساب، فدخلت رديت عليه وزي اي بني ادم طبيعي بفتح الستوريز بتاعه الواتساب وبقلب فيها تمام. فوانا بقلب كده انا عمري ما انسى اللحظه دي في حياتي، يعني انا لسه فاكرها كانها والله حصلت امبارح. كانت تالت ستوري في الستوريز وانا بقلب، الستوري دي كانت ستوري لبنت كانت شغاله معايا في شركه ما في الوقت ده. البنت دي عشان تماما مش هينفع اقول اسمها، بس كان اسمها بيبتدي بحرف الب، ممكن انتوا بقى تخمنوا. المهم الستوري اتفتحت، والله يا جماعه انا من الخضه والرعب ومن المنظر اللي شفته التليفون من الخضه وقع من ايدي، وقعدت اتاكدت مليون مره الصوره اللي انا شفتها في الستوري دي حقيقيه ولا لا، لان بنسبه 1,000,000% الصوره دي اتحطت بالغلط، او انا المفروض كان يتعمل لي هايد وما اتعمليش. قبل بس ما اقول لكم ايه المنظر الفظيع اللي انا شفته في الصوره دي، عاوز اقول لكم ايه العلاقه اللي كانت بتربطني بالبنت دي. من 4 سنين ونص كده بالظبط انا كنت رحت قدمت على شغل في شركه ما، يعني شركه كده مش هقول اسمها في الفيديو. المهم الشركه دي انا كنت رحت فيها كده في يوم بعد الجامعه، عملت انترفيو، الانترفيو اتعمل الدنيا تمام وخلاص، يعني قالوا لي ان شاء الله كده خلال يومين وهنكلمك. وبالفعل يومين ولقيت رقم غريب بيرن على تليفوني، الو مساء الخير شهاب. انا رديت قلت مساء النور، ايوه مين؟ انا الاتش ار كذا من الشركه كذا والف مبروك وكده انت اتقابلت معايا. فاتبسطت جدا وبتاع. الشغل امتى؟ الشغل ان شاء الله هيكون اول يوم من بكره. خلاص تمام الشغل من بكره خلاص. فتاني يوم ابو الاصدقاء انا رحت المكان بتاع الشغل ده، طبعا انا ما كنتش اعرف اي حد، فدخلت من الباب بتاع الفلور اللي انا المفروض هشتغل فيه، فكل الناس طبعا قاعده باصه في واحد جديد جه
وبتاع. فبسال كده التيم ليدر اللي كانت موجوده المكتب بتاعي فين اللي انا المفروض هشتغل عليه، فشاورت لي على مكتب في اخر الفلور اللي الناس شغاله فيه. المكتب ده بقى جنب مين؟ ايوه البنت دي اللي هي البنت بتاعت الستوري اللي انا كنت لسه بحكي عليها. من اول ما شفت البنت دي يا جدعان وانا حاسس ان في حاجه غلط. عشان اكون صريح، هو انا اول ما قعدت هي كانت حد خدوم جدا عاوز يعرفني الشغل بيمشي ازاي واعمل ايه وكده عشان انا كنت لسه جديد، ولكن انا كنت حاسس كده ان في حاجه غلط. شكلها والستايل بتاعها كان غريب كده بالنسبه لي. يعني اوصف لكم، كانت قصه شعرها قصير جدا لدرجه تحس ان انت قاعد مع ولد، مركبه بيرسنج كتير جدا في مناخيرها وفي ودانها وفي وشها كله. يعني الموضوع كان غريب شويه، كان واخدني. غير ان لبسها كان شويه شبه الولاد. طبعا ده ذوقها، انا ماليش دعوه، وكل واحد حر يلبس اللي هو عاوزه، ده ما يخصنيش خالص يعني. ولكن انا بقول لكم الفيرست امبريشن او الانطباع الاولي بتاعي. المهم يعدي شهر في التاني واتعرفت بقى على زمايل كتير هناك وكده. وكان من طبيعه الشغل ان كان ممكن حد من زمايلك يعني يبعت لك PDF على الواتساب ليه علاقه بالشغل. فكل زمايلي كانوا بيبعتوا لي، فاللي بيبعت لك انت بتسجل رقمه عشان تعرف مين اللي بيبعت لك. منهم بقى مين بعت لي ملف PDF على الواتساب؟ ايوه البنت دي. فانا سجلت الرقم وما حطيتش في بالي يعني. ركز بقى من اول هنا. البنت دي بعد ما سجلت رقمها فبفتح كده فيسبوك عادي، لقيت ان ظهر لي اكونت على فيسبوك. الاكونت اللي ظهر لي ده كان غريب جدا. كان صوره البنت زميلتي اللي انا قلت لكم عليها محطوطه عليه. ده شيء عادي، بس اللي ما كانش العادي ان الاكونت كان باسم ولد. فانا طبعا كبني ادم طبيعي اول حاجه جت في بالي ان ممكن الاكونت ده يكون باسم والدها او اكونت حد من عيلتها. ولكن لما دخلت على الاكونت كده وقلبت فيه انا استغربت اكتر واكتر. الاكونت باين ان هو بتاع حد مش كبير، والمشكله ان معظم الكومنتس اللي موجوده في البوستس او الصور على الاكونت ده بنفس ستايل البنت دي، كلهم حالقين شعرهم ومركبين بيرسنج في كل حته في وشهم. فانا اول حاجه جت في بالي لا يكون ده اكونت فيك حد عامله باسم البنت دي ويجيب لها مشكله كبيره، خصوصا ان الكومنتات كلها بتكلم صاحب الاكونت بصيغه الذكر، فبديهي اللي ماسكه ولد صح. للاسف لا. لما دخلت ابعت للبنت دي اللي لقيته قلت لها ان في حد عامل اكونت فيك او غريب باسمها، البنت شافت المسج اول ما اتبعتت على طول، عارف اللي هو سين في ثانيه كده. وبعد كده لقيتها قعدت شويه ما ردتش، وبعديها كده بربع ساعه او بثلث ساعه لقيتها بالتايبنج. وبعد كده التايبنج بيقف، بتمسح اللي كتبته والتايبنج وتمسح والتايبنج وبتمسح، حب ما ردتش. فرحت تاني يوم الشغل كان عندي فضول جدا وعاوز اسالها هو ايه اللي حصل، في ايه انا مش فاهم. اروح الشغل ادور عليها، البنت ما جاتش. وكذلك اليوم اللي بعديه واللي بعديه، والبنت عماله تغيب كتير. فانا الموضوع خلاني مستغرب وخلاني شبه متاكد ان البنت دي حصل لها مشكله. فبحكي كده لواحد زميلي في الشغل على اللي حصل، كان زميل مشترك يعني بينا وكده. فبقول له ده حصل كذا كذا كذا. قال لي يا عم انت مستغرب ليه؟ ده به دي بتعمل حاجات اغرب من كده بكتير. فانا ما فهمتش، بساله حاجات اغرب من كده ازاي يعني؟ قال لي كذا مره حد من زمايلنا يشوفها واقفه على السلم لوحدها وقاعده بتتكلم مع نفسها بصوت عالي وكأن في حد تاني واقف معاها، وقال لي بتتكلم بصيغه الولد. قلت له يا نهار ابيض انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ فالواد حلف لي وانا استغربت. والمشكله ان البنت قعدت بعديها فتره كبيره ما بتجيش الشغل. فانا اللي جه في دماغي ساعتها ان ممكن البنت دي مثلا يكون عندها مرض نفسي او نوع من انواع الانفصام في الشخصيه، ربنا يعافيها يا رب. وكبرت مخي ويعدي يوم في التاني، في اسبوع في التاني، ويجي اليوم اللي انا قلت لكم عليه ده. ماسك تليفوني 2:30 بالليل في دخله الشتاء، بقلب كده على الواتساب، ظهرت لي الستوري. وهنا والله العظيم انا اتصدمت. وعارف ان ممكن ناس كتير ما تصدقش اللي انا شفته في الصوره دي، لانها حاجه مقرفه وشاذه جدا جدا على الواقع. بس انا دي مش نقطتي يعني. اللي شفته ممكن اقول لكم عليه في نص او في اخر الحلقه. بس اللي شفته في الصوره دي اكد لي ان البنت دي بتتعامل كولد. بتتعامل ايه؟ البنت دي شايفه اصلا نفسها ولد. وانا الموضوع ده خلاني استغرب واسال نفسي هو ممكن حد ينفصل عن الواقع للدرجه دي؟ وليه حد ممكن يفضل يكلم نفسه بصوت عالي وهو قاعد لوحده؟ لما بدات اسال الاسئله دي لنفسي انا اصلا بدات اقلق، لان انا شخصيا بعمل حاجه شبه كده. انا من نوعيه الناس اللي ممكن في وقت من الاوقات اكلم نفسي وانا قاعد لوحدي. هل ده بقى غلط؟ وهل انا ممكن فعلا يبقى عندي متلازمه جوزكا زي ما بيقولوا؟ واحد هيجي يقول لي شهاب هو انت عشان بتكلم نفسك كلمتين يبقى انت عندك متلازمه جوزكا؟ ده انت لو تعرف انا بيحصل لي ايه. انا حرفيا بتدمر، انا دماغي شغاله طول الوقت ما بتقفش حرفيا من كتر التفكير. عندي اوفر ثينكينج بشكل مش طبيعي، لدرجه ان ممكن اروح درس او احضر محاضره او احضر كورس اللي بيشرح يكون واقف كده قدام عيني وهو الوحيد اللي بيتكلم وانا اصلا مش سامعه. صوت تفكيري يا شهاب اعلى من صوت الشخص اللي بيشرح اللي مفيش حد بيتكلم غيره في المكان. انت متخيل؟ بحب الانعزال، انعزل عن الناس، انعزل عن الواقع، واقعد بقى كده اتسحل مع تفكيري. اتخيل بقى مثلا بنت شفتها وانا بعدي الشارع، اتخيل ان انا حبيتها واتخيل ان انا عاوز اقضي معاها باقي عمري. ممكن يا شاب اتخيل ان انا اتجوزتها وبنعيش احلى ايامنا مع بعض، لحد ما في يوم من الايام شفتها بتخوني، شفتها بعيني في حضن واحد تاني، كسرت لي قلبي. وبعد كده افوق واكتشف ان انا كل ده اصلا كنت بتخيل، اكتشف ان كل ده كان سيناريو وهمي انا عمال ابنيه في دماغي، واكون حاسس بغضب وقلق شديد جدا في قلبي كأن اللي انا تخيلته ده حصل معايا في الحقيقه. ممكن بقى اتخيل سيناريوهات وحشه زي دي كتير واتاثر بها جدا. اتخيل سيناريوهات زي ان اصحابي باعوني، ان ابويا وامي عملوا حادثه وماتوا، بسقط في الامتحانات، مستقبلي بيتدمر وبيضيع، خصوصا لو انا شايف ان في الفتره دي مقصر او مش على المستوى المطلوب. دوامه كده يا شاب بص من التفكير ما بتخلص.
بتخلص. ولما فتحت كده سالت شات جي بي تي ولا عملت بحث على جوجل لقيت بيقول لي انت عندك متلازمه جوسكا. صح كده يا ابن اللعيبه يا شهاب؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ده انت وصفتني بالحرف، انت حرفيا اللي قلته ده بيحصل معايا، والموضوع تعبني ومأثر على حياتي ومش عارف اعمل ايه. طيب عارف انا عرفت بقى الكلام ده منين؟ انا بكل اختصار بيحصل لي نفس الحاجات. اول حاجه انا عارف ومقدر ان قد ايه شعور مزعج ان انت ما تبقاش عارف تسيطر على التفكير في دماغك دايما مسحوله وداخله كده في دوائر تفكير انت مش عارف توقفها. ودايما اغلبيه التفكير ده او اغلبيه السيناريوهات دي للاسف بتكون سلبيه. دايما السيناريوهات دي بتقفل على نهايه مش حلوه، وانت اكيد قلقان لان انت حاسس ان عندك زي ما بيقولوا كده متلازمه جوسكا. انا بقى قرات كل الابحاث والدراسات اللي اتعملت في الطب النفسي عن الموضوع ده وهديك حالا خلاصتها. اول حاجه ايه متلازمه جوسكا دي؟ انا لما دورت في كل الابحاث والدراسات عن متلازمه باسم متلازمه جوسكا انا ما ظهرليش اي نتائج. اللي ظهر لي حاجه اسمها متلازمه جيسكا، ودي حاجه مختلفه خالص. انما متلازمه باسم متلازمه جوسكا في المصادر الاجنبيه مش موجوده. كل المواقع اللي بتتكلم عن متلازمه جوسكا دي هي مواقع عربيه. وبالمناسبه انا ما عنديش اي مشكله يكون اسمها متلازمه جوسكا، ميرفت، جيهان، انا ما عنديش اي مشكله. انا مش هيفرق لي الاسم على قد ما هيفرق لي الموضوع نفسه. اول حاجه بالله عليكم يا شباب ما نديش نفسنا مسميات امراض ونقنع نفسنا ان احنا بقى عندنا متلازمه جوسكا او عندنا او سي دي او اي دي اتش دي لمجرد ان احنا شفنا شورت على يوتيوب او فيديو على تيك توك او انستجرام بيقول ان احنا عندنا حاجه زي دي. صدقني ده بيضغطك وبيحط عليك ضغط نفسي فوق الضغط النفسي اللي عندك. ما هو طبيعي بقى انت بقى عندك مرض ولا بقى عندك متلازمه، فانت بالتالي هتضغط، مع ان انت ممكن تبقى تمام وطبيعي جدا وزي الفل. زي ما اثبت دلوقتي ل 99% من اللي بيتفرجوا على الحلقه دي ان هم طبيعيين جدا وما فيهمش اي حاجه. ازاي يا شباب؟ ده انت الاعراض اللي انت قلتها دلوقتي دي بالظبط عندي. انا عارف والله ومقدر ده. ركز بس معايا دلوقتي جدا وانا هعرفك دلوقتي انت طبيعي ولا لا. اول حاجه الموضوع اللي انت بتمر بيه ده اللي بيسموه متلازمه جوسكا هو عباره عن حاجتين، والحاجتين دول اول حاجه فيهم وهي التحدث مع الذات. انك بقى تكون بتكلم نفسك، سواء بتكلم نفسك في دماغك او في سرك او بتكلم نفسك بصوت عالي. والحاجه الثانيه دوامات تفكير وسيناريوهات بتحصل في مخك ما بتخلص، وبتكون معظم السيناريوهات دي سلبيه. صح كده؟ لازم الاول نعرف ايه الطبيعي في الموضوع وايه اللي مش طبيعي، ونعرف ليه الموضوع ده اصلا بيحصل وسببه ايه. اول حاجه موضوع انك تكون بتكلم نفسك ده حاجه طبيعيه جدا. مفيش بني ادم في الكون ده كله ما بيتكلمش مع نفسه. اصل انت لازم تعرف ان التفكير ده ليه صوت، ما هو الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. بس الفكره بقى ان الاشخاص انواع. في اللي ممكن يكون تفكيره صوته عالي وبيقولوا بصوت عالي، وبالمناسبه انا واحد من الاشخاص دي. وفي اللي ممكن يكون بيتكلم مع نفسه جوه دماغه. 3 طبيعيين. نيجي بقى للحاجه الثانيه وهي اهم نقطه حرفيا في الحلقه دي، ايه هي؟ دوامات التفكير والسيناريوهات السلبيه اللي بتحصل في دماغنا اللي ما بتخلص. مراتي او خطيبتي اللي في المستقبل اللي انا لسه ما اعرفهاش تخيلت ان هي خانتني فانا زعلت واتاثرت وعيطت وقلبي اتكسر. صحابي باعوني، سقطت في الامتحان، ابويا وامي ماتوا قدام عينيا. انا بشوف من وجهه نظري ان الحاجه الوحيده اللي بتدخلنا في سيناريوهات والتفكير الشديد جدا اللي ما بنعرفش نخرج منه ده هو عدم تقبل الواقع. ممكن تكون مش متقبل الواقع ككل، او ممكن تكون مش متقبل جانب او بعض الجوانب في الواقع، وده طبيعي جدا هيخلينا نفكر في سيناريوهات ممكن تكون سلبيه وممكن تكون ايجابيه. وبالمناسبه الاثنين ليهم فايده والاثنين برضه ليهم ضرر. يعني مثلا انت دلوقتي قاعد في محاضره او درس، دماغك وانت قاعد كده افتكرت الماده الثانيه اللي انت ما ذاكرتهاش او الماده اللي انت ما عملتش الواجب بتاعها. السيناريو الايجابي اللي ممكن تفكر فيه انه والله انا هريح ساعه، بعد كده اصحى اعمل لي حاجه اشربها، اقعد بقى اذاكر فصل ولا حاجه واخد بريك بعديها ربع ساعه، بعد كده اذاكر فصل ثاني، فبالتالي هعرف ان انا اخلص اللي ورايا في الماده دي. فالتفكير بالطريقه دي بنى سيناريو ايجابي. اما السيناريو السلبي ده انا كده هسقط، ده انا كده هشيل الماده دي، عندي امتحان مش عارف امتى وقدامي كام فصل ومش عارف الحق اذاكرهم امتى. وتتخيل وانت قاعد في وسط الشرح انك دخلت الماده الثانيه، دخلت الامتحان بتاعها، دخلت الامتحان وما عرفتش تحل وسقطت واهلك مش عارف عملوا لك ايه. كل ده بيحصل في لحظات بشكل لا واعي جوه دماغك، وتفضل بقى مسحول في السيناريو ده وما تركزش مع الواقع بتاعك او الحصه اللي انت قاعد فيها. تخيل ان ده بيحصل معاك لو انت بس مش متقبل جانب واحد من جوانب الواقع اللي هو الماده اللي انت ما ذاكرتهاش. طب تخيل بقى لو الواقع كله بقى انت مش متقبله، الواقع بتاعك انت غير راضي عنه تماما، اهلك في البيت طريقتهم وحشه ومعاملتهم وحشه معاك، مستواك الدراسي انت حاسس ان هو في النازل وما بتذاكرش، صحابك في مشاكل دايره بينك وبينهم، ويا سلام بقى لو بتشتغل وعليك مسؤوليه شغل. فكل ده بيولد ضغط 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 ضغط، فتقول ايه ده ايه ده ايه ده، تكون كانك كده بتقول لنفسك ايه الواقع المؤلم والمقرف ده ان انا انعزل وانفصل عن الواقع ده هيكون بالنسبه لي احسن وافضل مليون مره. كده ما حدش فيهم فاهمني، انا يا عم بحب ابقى لوحدي، على الاقل انا بكون فاهم نفسي، انا عايش في العالم بتاعي جوه دماغي اريح بكتير. ومن هنا بتبدا تحصل فكره الانعزال، تلاقي ان انت مش عاوز تتعامل، انت فعلا بتحس في الوقت ده ان انت وجودك مع نفسك وان انت تبقى منعزل عن الاشخاص او عن الواقع ده في راحه كبيره جدا ليه، وتبدا تعيش في سيناريوهات بقى مخك بيبنيها. والمشكله ان ممكن كل اللي انا قلته ده يحصل بشكل لا واعي وانت اصلا ما تاخدش بالك منه. شوف ده بقى كله كوم، والسيناريوهات دي بقى كوم تاني. السيناريوهات اللي بتحصل
بتحصل في دماغك دي ما بتحصلش من فراغ. الشخص اللي غصب عنه من الضغط بيهرب لسيناريوهات في دماغه عشان تطبطب عليه، غالبا بتكون نهايه السيناريوهات دي سلبيه وبتضايقه اكتر. يتخيل مثلا اتجوزت البنت اللي بحبها بس خانتني، دخلت الامتحان بس سقطت، بقى عندي صحاب بس مستثقليني ومش عاوزين يقعدوا معايا. دايما معظم السيناريوهات في دماغ الشخص ده بتقفل بطريقه سلبيه، نهايتها دايما بتكون قاسيه، فيها هجر، موت، فشل، جوع او فقر. دايما بتكون السيناريوهات دي نهايتها قاسيه جدا. طب ليه بقى السيناريوهات في دماغ الشخص ده بتقفل كده؟ بسبب صدمات الطفوله. انا هتلاقيني من المدرسه بتاعت ان 99% من الحاجات اللي بتحصل في حياتنا ناتجه عن الطفوله بتاعتنا. الشخص اللي دماغه بتعمل معظم السيناريوهات بتاعت التفكير سلبيه ده بسبب انه هو طفل معامله اهله ليه كانت سيئه، او الظروف والبيئه المحيطه كانت نفس الكلام، اتربى على ان ده وحش مش حلو. ايه يا ابني الزفت اللي انت بتعمله ده؟ عنف لفظي، واحيانا الموضوع بيوصل لعنف جسدي. فالشخص ده وهو طفل هو كل حاجه حواليه بتقول له انت سيء. فلما كبر وبشكل لا واعي هو بدا يصدق الفكره دي، هو دايما مقصر، هو دايما العيب فيه، ويقول لنفسه ان لو فضل بنفس ما هو عليه كده هيسقط في المستقبل، هيبقى فاشل ومستقبله هيتدمر. فهو يخاف جدا في ان السيناريو ده يحصل في الحقيقه. فبما انه ما يعرفش مستقبله وبيخاف جدا ان ده يكون الواقع بتاعه قدام، فيكون ورك هاردر بيشتغل على نفسه جدا عشان يحجم من المخاوف دي، ولكن هو بيحجمها في الواقع بس بيسمح لها في سيناريوهات تفكيره. وقيس ده بقى على كل حاجه، صحاب، بنت بيحبها، فلوس، مستقبل. دايما معظم سيناريوهاته بتقفل جوه دماغه بطريقه سلبيه. يعني تخيل حتى تفكيره اللي بيهرب منه من الواقع الاليم واللي بيضغطه جدا ده، هو بيضغطه اكتر واكتر، لان هو دايما بيحسسه ان هو مش كفايه، وان هو مش هيفشل، وان هو مش على المستوى المطلوب، فبيتضغط. فاللي بيحصل ان الشخص ده بيفضل مسحول في الدايره دي وما بيعرفش يخرج منها. فتلاقيه كده معظم الوقت تايه كده في بحر من الافكار، محدش في الدنيا يعرف عنه اي حاجه، وبيكون فعلا عاوز يخرج من الواقع الصعب ده ويعمل كل اللي يقدر عليه، بس بيحس كده انه دايما بينفخ في ابره مخرومه. طيب اللي عاوز اقوله ان الدايره بتاعه التفكير اللي انا لسه قايل لك عليها دي بتحصل جوه دماغ معظم الناس. فكره السحله في التفكير والسيناريوهات السلبيه، وان افضل اكلم نفسي سواء بسري او بصوت عالي. الفكره مش في هي اسمها ايه وبتحصل لي ولا لا، الفكره في هي بتحصل لي قد ايه. لان الفكره زي ما قلت لكم الناس كلها بيحصل لها الموضوع ده، بس الفكره في الدرجات بتاعه التفكير، والدرجه دي بتختلف على حسب الواقع بتاع الشخص اللي هو عايش فيه وطفولته كانت عامله ازاي. فاللي عاوز اقوله ان يا اخي ما تبقاش قاسي على نفسك، ما تبقاش قاسي على نفسك ان انت اصلا حتى تفكر. ما هو ده بيحصل زي ما قلت لك لكل البني ادمين، تقبله. مش لازم توهم نفسك ان انت عندك مرض، ان انت عندك متلازمه. طيب يا شباب من فضلك قول لي حل للموضوع ده. انا لو هلخص الحل بتاع الموضوع ده في كلمتين، وهو انك تتقبل الواقع. حاول انك تتقبل الواقع وتسيب نفسك ليه. مش معنى كده بقول لك انك تسيب نفسك تفشل او انك تدخل في حاجه غلط، لا طبعا، ولكن اللي عاوز اقوله ان خليك رحيم مع نفسك، خليك متقبل ان انت مش كامل، خليك دايما عارف ان دايما هيكون في حاجات كتير مش مظبوطه في حياتك، تقبلها واشتغل في ان انت تحاول انك تحسن منها. اعمل اللي عليك وخلصت، مش بتاعتنا. حاول فعلا انك تندمج وتعيش وتسيب نفسك في الواقع، لان انت دايما طول ما انت مش راضي عنه دايما هتهرب للسيناريوهات اللي في دماغك، ودايما معظم السيناريوهات دي هتكون سلبيه. فخليك رحيم مع نفسك، تقبل ان انت مش هتكون كامل، تقبل ان انت هتدخل في دوامات التفكير دي عادي جدا، ولكن الفكره انا هفكر في الموضوع بطريقه عامله ازاي. طبعا انا هنا بقول وجهه نظري لو انت بتدخل في سيناريوهات التفكير او بتكلم نفسك بشكل نورمال، انما لو الموضوع اوفر وبتدخل فيه لدرجه ان انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه في يومك، هنا انت طبعا اكيد لازم تتوجه لاخصائي نفسي، والحاجات دي بيعالجوها بالعلاج المعرفي السلوكي، وبيكون فعلا في تحسن مع الوقت. ولكن اللي عاوز اوصله ان لو انت بتمر بالموضوع ده مش لازم يكون عندك متلازمه، ده طبيعي، بس ممكن تكون الدرجه بتاعته عندك عاليه شويه. فاندمج اكتر في الواقع، تقبله، عيش مع الناس، وسيب نفسك للحياه، ودايما ركز مع طريقه تفكيرك. دايما توقف دماغك تلاقيها رايحه لحته سلبيه، هوب نبص على الجانب الايجابي، نبص على الحته الايجابيه اللي في الموضوع، نبص على ان احنا في ايدينا نعمل ايه في الموضوع ده. عرفنا في ايدينا نعمل ايه نعمله وخلصت خلاص. نجحت بقى فشلت مش بتاعتنا. انا من وجهه نظري ده ممكن يكون الحل لو انت بتعاني من الموضوع ده. اما بقى نهايه القصه بتاعه البنت اللي انا كنت حكيتها في اول الحلقه، الصوره اللي انا شفتها وانا فاتح الستوري، مش عارف هينفع اقول ده ولا لا، كانت في وضع اباحي مع بنت تانية. طبعا انا اتصدمت لما شفت ده، خصوصا ان البنت دي انا كنت بشوفها بعيني وبتعامل معاها، بس ده بقى ممكن يكون نوع من انواع الانفصام. دي كيس بعيده جدا، فنعمل الحاجات البسيطه اللي انا قلت عليها دي ونجرب ونشوف الدنيا كده هتمشي ازاي. وبس كالعاده ما تنساش تعمل شير.